اهلا 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 اهلا. ازيكم يا رجاله؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، واول فيديو لينا في رمضان. طبعا يا صديقي المفروض ان احنا كنا ركبنا الزينه، بس هنركبها الفيديو ده ونقطف زغاليل الفيديو ده. هقول لك على حاجات تعملها مع حمامك الفتره دي، بس قبل ما تعمل اي حاجه عايز اطلب منك حاجه واحده يا ريت تعملها. طبعا هتصلي على النبي وتذكر الله في الفيديو، تكتب كومنت حلو وتعمل لايك، ده مفروغ مني. الحاجه اللي انا طالبها منك، بلاش تتفرج على فيديوهات او اي حاجه في رمضان في وقت الصيام. انا مش شيخ، بس انا بحاول اقول لك على زي ما انا ما بعمل، حاول انت كمان تعمل. لو احنا ما بنعملش كل حاجه صح، على الاقل نحاول نعمل جزء صغير، ونحاول ان احنا نعيش جو رمضان واجواء رمضان، عشان الشهر ده فعلا ما بيتعوضش في السنة. خلاص كده يا رجاله، يبقى احنا كده نخلص تراويحنا ودنيتنا، وبعد كده نشوف لو عندنا وقت فاضي نتفرج فيه على الفيديوهات. وكل سنه وانتم طيبين. تعالى اوريك بقى هنعمل ايه في رمضان. احنا هنعلقها تمام كده، بس قبل ما نعلق الزينه هاخدك لحته كده مهمه احنا شغالين عليها الفتره دي، وهي رفع المناعه اللي هو اميمترون. تمام كده، رفع المناعه ده ممتاز جدا، رفع مناعه مستورد، السنتي بتاعه ب5 جنيه او ب6 جنيه على حسب المنطقه. فتعالى اوريك احنا بنعمل ايه. اميمترون في ماده زي بترسب كده تحت، فعشان تشتغل بيه لازم ترجه كويس وبعد كده تشتغل بيه. احنا زودنا الجرعة او العدد الماء اللي احنا بنشتغل بيه، عشان خاطر جبنا حمام جديد وكده، بس لسه ان شاء الله عازلينه، فربنا يكرم نخلص فترة العزل وبعد كده نعرض. هو حمامتين لسه اول مرة نجيبهم يعني. تمام كده، رفع المناعة ده ممتاز جدا جدا جدا. بص، هو نص سنتي على لتر الماء. اميمترون ممتاز، بتشتغل بيه كل مثلا شهر مرة، 3 أيام 5 أيام، كويس جدا. تمام كده، شرب المية وبعد كده نرجع نعلق الزينة ونقطف الزغاليل، وأقول لك إيه اللي هيقعد وإيه اللي مش هيقعد. طبعا زي ما قلت لك لما طبعا يا رجاله احنا كده هنعلق الزينة، بس هنحتاج السلم، فهنبتدي نجيب السلم ونجيب الشاكوش والمسامير عشان نعلق الزينة. كل سنة وانتم طيبين. الرجالة المفروض يبقى حد معانا بيعلق، بس الوقت متأخر، احنا نعلق احنا الزينة، نتوكل على الله. كده كده كل ده هنلمه. ليها كذا شكل ممكن نعلق بيه. طبعا بيطلع هنا
حاجة وخلاص. يبقى احنا عندنا اللهم صل على النبي 9 حتت
استنى، لأ 7 حتت. تمام كده، فيهم 2 بس اللي هيقعدوا، اللي هما ال2 الحمريات مع ال2 دول. تمام، مع ال2 الزواجل دول. تمام كده، دول احنا واخدين من عند يوسف. بسم الله، اللهم صل على النبي. دول كده يا معلم برضو احنا مربينهم لنفسنا. تمام، دول احنا مربينهم لنفسنا. ايه تاني مربينهم لنفسنا؟ عشان برضو ايه مبقاش طولت عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دول برضو زغلتين موقفينهم لنفسنا، دول الوحيدين اللي دبلتهم، اللي افتكرت ان انا ادبلهم، عشان على طول موضوع التدبيل ده بيسقط مني. تمام كده، موضوع التدبيل ده بيسقط مني. تمام كده، ففي حمام كتير انا بسيبه ليا او بقعده ليا، بيحصل فيه ان انا ما بدبلوش او بنسى ادبله. فالموضوع ده برضو، موضوع تدبيل الزغاليل ده مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. تمام كده، فاحنا عايزين نعمل ايه؟ هوريك الأصوص اللي حصت وهنعمل ايه معاهم، والدنيا هتمشي ازاي في السلاكة اللي. بص يا معلم، ده الله اكبر بس وحاسين اول حصواية امبارح. تمام كده، عندنا ايه تاني؟ بالمناسبة عشان خاطر برضه ايه متفقين، ده الحتة الثابتة اللي هتدبح. الحتة دي عليها 7، عليها 8، أو عليها 4، أو عليها 5، والله ما فاكر، بس هي الحتة دي برضه هتدبح. اللهم صل على النبي. القص دول حصوا الحصواية التانية النهاردة. أنا كده كده بسجل، ودول اللي أنت شفت عيالهم اللي إحنا هنقعدهم لنفسنا. تمام كده، دول محصين. هحضن حصاهم تحت الباكستانيات هنا. تمام، الباكستانيات هنا أنا هرمي الحصى بتاع الباكستانيات، وحضن تحت دول، أحضن حصى دول تحت الباكستانيات، وحضن تحت دول حصويتين سكروطة لو لينا نصيب، والحصويتين التانيين يعمروا. ايه تاني حصة؟ عندك القص ده رمى أول حصواية النهاردة اهي. اللهم صل على النبي. عايزين بس فرش الطاجن يبقى كده. هنا أول حصواية. ايه تاني يا عم إسلام؟ ايه تاني؟ عندك برضو القص ده أول حصواية. اللهم صل وسلم وبارك، زي ما انت شايفها كده. دي برضو أول حصواية مع القص. الحمام ده في اللي أنا عايز أشيل منه، زي الزواج اللي هم مارادونا، الحمريات، الكريزات الخضراء، الكلام ده كله أنا بحاول أعمل منه. تمام كده، فكنت هشيل حصى وأحضن منهم، والباقي أنامه على حصى بلاستيك لحد ما الوزار يبدأ يحص تاني. بس واضح كده ملناش نصيب، فإن شاء الله بإذن الله هناخد وش من الزواجل اتباعوا بقى، هنخليهم لنفسنا لسه ما نعرفش. ربنا يبارك إن شاء الله. في فيديو النهاردة، فيديو كان فيه معلومة بسيطة، وهي إن أنت تشتغل برافع مناعة فيروسي للمين اللي إحنا فيهم دول. كان فيهم حاجة حلوة، وهي الزينة اللي إحنا ركبناها اللي أنت شايفها دي. تمام كده، وكان فيها فطام الزغاليل اللي إحنا فرخناها الفترة اللي جاية. عندنا كده 4 زغاليل إن شاء الله هنفطمهم كمان 10 أيام ولا حاجة، يكونوا جهزوا. ربنا يبارك لينا ويبارك ليكم. كان معكم أخوكم إسلام أبو كندة من سلككم.